السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو النهاردة مختلف خالص، لأن ولا فلوج بره ولا في شقتي، بس هي تعتبر شقتي برضه. مكان شغلي هو مكاني، هو شقتي، بيتي التاني زي ما بيقولوا. قلت كده بقى هعمل له حملة نظافة كده كويسة زي ما انا بعملها. طبعا هو المكان بتاع الشغل ده دي حضانة، المكان ده بيتنضف يوميا، لكن باجي مرة كده في الاسبوع بلم كل حاجة، وخصوصا ان المكان كان مليان بقى تراب، عشان انا قفلت اخر الاسبوع وسبت شباك الحضانة نسيته مفتوح. جيت لقيت الحيطان بقى حرفيا مليانة تراب، مليانة كلها تراب، والترابيزات والكراسي بقى مسكت كله ورتبته وغسلته وخليت الدنيا زي القشطة. بس كنت بعملها بالليل متأخر قوي. انا مكان شغلي جنب بيتي مش بعيد، يعني البيت يعتبر جنب البيت في نفس الشارع اللي انا ساكنة فيه، عشان ما بعدش، فعشان كده نزلت براحتي بالليل عملتها بعد ما خلصت كل مصلحة بيتي وخلصت اكلي وشربي عشان ما يبقاش ورايا حاجة. نزلت بقى كده برشها كده الاول مية، واخد الكراسي دي كده عشان ادخلها علشان تتغسل بقى كلها. هو تراب بس ممكن تتمسح، لكن الغسيل ليها هيبقى انضف واحسن بكتير. الحيطان دي الشقة دي والله انا مبيضاها، بس الكاميرا مش مدية للمكان نفسه الالوان حقها. البياض اللي في الحيطان ده من الكراسي، بغير اللون وابيض تاني برضو الكراسي بتعمل احتكاك كده في الحيطة، بتخلي البياض بتاعها يقع، بس مش مشكلة. فانا بفكر بقى ان انا الزق عليها ورق وصور واشكال وكده، الله المستعان باذن الله. برش بقى ميه كده الاول علشان ابدا ان انا لما اكنس التراب ما يتعبنيش ويتعب التنفس عندي وكده. فانا هكنس وهمسحها برضو مسحه تمام، وكل الحيطان هتتنفض، كل الكراسي هتتغسل، شباك نفضته تنفيضه كويسه، وان شاء الله ما انساش الشباك مفتوح تاني. هي جت سهوه كده الحمد لله، بس انا اللي دفعت ثمنها لوحدي. قعدت بقى اكنس كده التراب كده ما يتعبنيش بقى. يعني بصوا التراب قد ايه، لان لما بيبقى في حفله مثلا في المكان، الولاد بقى بيدخلوا بالشوز بقى، وهو كده كده بيدخلوا بيه لان احنا في الصيف. انا في الشتاء ببقى فرشه الارض دي حاجه بحيث ان يبقى مدفيه المكان، لكن في الصيف بشيل الفرش ده علشان الجو بيبقى سخن قوي، بيبقى حر مش مستحمل ان احنا نفرش حاجه ياخد راحتهم اكتر. والله المستعان، ربنا يوسع علينا وعليكم. رجاء بقى كده لما ندخل على الفيديو ان شاء الله، اول حاجة تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان لما انزل فيديو جديد يوصلكم مني باشعار، وتسيبوا لي كومنت كده بدعوة حلوة، ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإضاءة ما كانتش كافية في المكان لأن أنا كنت بالليل جدا ماشي. برضو باخد السلم اللي هو قدام الشقة كده لحد تحت، برش رشة كويسة، وببدأ ان انا برضو اكنسه كله لو في اي تراب او في اي ورق او في اي حاجة. في كمان جه يومين كده كانوا هوا، سبحان الله، كانوا هوا كده وفيهم نسمة تراب. عندنا بقى في الصعيد وكده او في الارياف بيقولوا ان هو الهوا ده لما بيجي في شهر 9 بيبقى اسمه الرطب بتاعة البلح. تمام، معرفش بقى ده الكلام ده صحيح ولا لا، بس انا من زمان وانا اسمع كده، اسمع ان الهوا اللي بيجي في شهر 9 ده كده بيبقى رطب كده حلو، علشان يقولك ايه في شهر 9 ده بيبقى رطب، بيبقى الجو فيه رطب. ليه؟ يقولك عشان ده البلح، ده الموسم بتاع البلح، موسم اللي بينزلوا فيه البلح من على النخل نفسه. فبيبقى الجو فيه كويس جدا. بس هو في يومين كده جم كانوا عفرة وتراب، بلم بقى كل التراب اللي على السلم ده بكل الورق، لو في اي حاجة كل ده بكنسه، بخلي الدنيا زي القشطة. مدخل العمارة من تحت بس هو اللي رخام، والباقي كله السلم اللي هو زي شقتي برضو كده، وزي البيت بتاعي اللي انا قاعدة فيه، السلم بيبقى معمول من الصبة. خلصت كده وقلت ايه، حطيت بقى ميه بديتول بشويه اوكسي اللي هو المسحوق عشان بيدي ريحه برضو حلوه قوي. تمام، وهمسحها كده مسحه تمام، مسحه كويسه. البلاط ده غريب جدا، كل ما احط عليه ميه لونه يغمق، لكن لما ينشف بيرجع لونه الطبيعي تاني، معرفش ازاي. ده بقى بيبقى عيب بلاطه ولا ايه النظام، لكن هو لما بحط عليه ميه بحس ان هو غمق شويه. بس بيبان النظافه بتاعته امتى؟ اول ما ينشف على طول، يعني اول ما بينشف منه الميه بيبدأ ان هو لون البياض بتاعه يبان. الله المستعان كده، ربنا اداني الصحة الحمد لله. انا كنت عمالة ارغي مع خديجة، كانت هي اللي ماسكة لي الكاميرا وعمالة بتصور فيا وتهز في الكاميرا يمين وشمال، كانت مخرجة يعني. قلت لها انتي ما تنفعيش مصورة خالص. فالله المستعان، احنا بنعمل اللي نقدر عليه، احنا علينا السعي والرزق ده بتاع ربنا.
اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. خلصت كل المكان وقفلت الشباك عشان ما انساش، لمعت الشاشة والسبورة ونفضت الحيطان وقفلت برضو الستاير علشان يبقى المكان يفضل ما فيهوش تراب ويبقى كله نضيف. وغسلت الكراسي بس ما بحطش غير جزء منها، والجزء التاني بسيبه مرصوص كده بره في الصاله بتاعه المكان، عشان لما نبدا شغل تاني يوم مع الولاد يبقوا داخلين كده اللي عايز ايه، ما يبقاش فيه زحمه في المكان، نجيب الكرسي على قد اللي عايز وكده. فده كده المكان بعد ما خلص، بعد ما خلصته خالص. بس اهم حاجه بقى ان انا ما نسيتش فعلا شباك الحضانه مفتوح، لان هو اكتر حاجه بتدخل لي تراب، هو اكتر حاجه حرفيا بتدخل تراب، وخصوصا ان اول دور ده بيبقى مشكله. ده كده احنا بقى تاني يوم وانا قاعده بقرأ فيهم في الحضانه، ونحكي بقى قصص ونحكي عن امهات المسلمين. لازم كل ده بناخده وهم بيقولوا ورايا، بس انا ما حبيتش ان انا اشغل الصوت علشان ما يبقاش فيه دوشة في الصوت، يبقى في دوشة مع صوتهم، مع الشاشة مثلا لو شغالة، مع أي حاجة. اليوم مع الأولاد دايما سبحان الله، سبحان الله العلي العظيم، بحس إن الشغل مع الأطفال حاجة فيها راحة نفسية أكتر ما هي كمان متعة. يعني هي متعة أي نعم، بس الشغل مع الأطفال فعلا في براءة في الموضوع. حتى أخطائهم، الأخطاء نفسها بتبقى أخطاء بريئة مش مقصودة. يعني اللي بيغلط في حاجة أو بيعمل سلوك مش كويس مثلا، بتبدأي تنبهي عليه، بتتعاملي مع براءة، مش زي الأشخاص الكبار وكده. سبحان الله، براءة اسمها براءة طفولة فعلا. بيقرأوا وعندهم حصة نشاط، بيلونوا وبيعملوا كل اللي هم عايزينه. بصوا بقى الشمس طالعة، أهم حاجة في المكان ده التهوية. يعني اهم حاجة اللي عايزة تودي عيلها حضانة ولا اي حاجة، لازم يكون مكان جيد التهوية، ده اهم شيء. يكون الهواء بيتجدد كل يوم، نفس الاطفال وبعضها لازم الهواء، مكان يكون فيه تهوية جيدة. الشمس، المكان ده بتخش الشمس بصورة طبيعية جدا وبصورة بجد رائعة. وفي الشتاء الشمس بتبقى ممتعة جدا ومدفية المكان. اللهم لك الحمد. ادعوا لي بقى ان ربنا يوسع عليا وعليكم ويرزقنا رزق حلال طيب مبارك فيه. تمام. دايما الروتينات بتبقى هي مش قصة متعبة، او التصوير مش قصة متعب. التصوير بيبقى ممتع لما بتحس ان في نتيجة من وراه. نتيجة بقى دي هتيجي بإيه ان شاء الله لما تضغطوا لي كده لايك ان شاء الله، عشان الفيديوهات بتاعتي تترفع ونشوف كل جديد. انا عايزة بإذن الله يعني بفضل ربنا اعوض اللي انا فقدته من القناة نفسها من مشاهدات بعد ما كانت متفعلة. بس اللهم لك الحمد، انا راضية الحمد لله، راضية وراضية وراضية وراضية، يعني كل قناعة كمان بالرضا، مش مجرد رضا كلمة بقولها بس. اللهم لك الحمد. حبيت اخرجكم من الروتين اللي هو اليوم اللي انا بعمله في بيتي كده. ممكن تقولي برضو لو انتوا عايزين تتكلموا في حاجة معينة، انا بفكر ان انا اطلع لايف، فعايز اعرف لو هطلع لايف نتكلم عن حاجة معينة. نتكلم في مشوار المدارس اللي قربت، عملتوا فيها ايه، الاسعار اللي مولعة والكتب الخارجية، عملتوا ايه في المدارس، جبتوا ايه، الدنيا معاكم ماشية ازاي. الله المستعان. والله كل واحد بيجي برزقه، كل طفل بيجي برزقه. يعني الواحد بيبقى شايل الهم، محتاجين ومحتاجين ومحتاجين، وربنا بيسهل الامور وبييسرها. فمش عايزاكم تشيلوا الهم خالص، ودايما ندعي ان ربنا ييسر امورنا كلها. اللهم امين. دي في الحصة بقى في اخر اليوم بيقعدوا يقرأوا، وعندنا حصة انشطة وبنخليهم هم يقرأوا، واحدة يسمعوا مع بعض. اوعوا تنسوا الاشتراك واللايك.